مشاهدينا في كل مكان، معاكم طارق ابراهيم في فيديو جديد على تيكو تيوب. النهارده يا جماعه هنتكلم على موضوعنا اللي احنا بنتكلم فيه دايما، الا وهو الهجره. النهارده يا جماعه عاوز اتكلم عن رسائل كتير جات لي من الناس. طبعا بشكر كل الناس اللي شافتني وبشكر كل الناس اللي متابعاني على كل فيديوهاتي، وان شاء الله اقدر اجاوب على كل اسئلتكم ونستفاد من بعض كلنا ان شاء الله. النهارده يا جماعه في اسئله كتير جات لي، ناس بتقول لي بعد ما هاجر هعمل ايه، هشتغل بكام، يا ترى هعمل كام في اليوم، كام في الساعه، السكن بكام، هسكن فين، هروح فين. طبعا يا جماعه انا مش عاوز حد يزعل مني من الرد اللي انا هقوله دلوقتي، او يزعل من اي حد مسافر بتسالوه السؤال ده، لان انتوا بتسالوا يا جماعه في سؤال عن الرزق او عن المستقبل، وانا واي بني ادم في العالم مش هيقدر يجاوبكم عليه، لان كل واحد ليه ظروفه، وكل واحد ربنا كاتب له حاجه بياخدها. مثال مثلا انت بتسال بتقول هاخد كام. في ناس ما بتشتغلش، ممكن ما تشتغلش لمده شهر، شهرين، لثلاث شهور، لست شهور، وما يعجبهاش الحال وترجع مصر. في ناس ممكن اول ما توصل تلاقي شغل على طول وتشتغل. في ناس بتشتغل 3 4 5 ل 100 دولار في الساعه، كل واحد وحظه. بس دي حاجه اسمها رزق ما نقدرش نتكلم فيها. تاني حاجه موضوع السكن برضو ما تعرفش، يعني ما اقدرش اقول لك هتسكن فين او هتلاقي سكن ازاي، او ممكن تلاقي سكن. طب انت هتروح ولايه ايه؟ انت مش عارف اصلا الولايات اسمها ايه. تمام. فانا ما عنديش مشكله، انا احب كل الناس الطموحين، الناس اللي عندها طموح، اللي نفسهم يعملوا حاجه وعندهم احلام. انا كنت واحد من الناس بحلم ان انا اسافر من زمان، وخيالي كان فوق الحدود. يعني كنت متخيل البيت اللي هسكن فيه وكل حاجه، وكنت بجنن اي حد مسافر برضه. بس انا دلوقتي اتغير مفهومي عن موضوع الهجره، عشان كده انا بحاول افهمكم اللي انا فهمته، وان احنا نفهم بعض ونستفاد من بعض، بس مش اكتر ولا اقل. تمام. ده بالنسبه لموضوع السكن والعيشه، وطب هعمل ايه، هسكن ازاي، هدرس فين، هعمل ايه، كل الحاجات دي انتم مستعجلين عليها. اللي انا عاوز اقوله يعني ما تضيعوش وقتكم في سؤال في المستقبل او في القدر او نصيبك هيبقى ايه. وفكر كالاتي، ليتس سي خلاص انتوا يا جماعه باذن الله باذن الله، وانا اتمنى ده لكل الناس، ان كل الناس تتقبل وتهاجر وتيجي ويشوفوا الحياه هنا عامله ازاي، وربنا يكرمهم ويكونوا من انجح الناس. بس هنتكلم على الاتي. انت طبعا اول ما تسافر محتاج كده كده باك اب معاك، باك اب ماني يكون معاك، عشان ما تضمنش ظروفك. والله اشتغلت خير وبركه، الفلوس هتزيد، ما اشتغلتش هتصرف من الباك اب اللي معاك. احنا دلوقتي هنتكلم عن انت لسه في مصر، يبقى والله اللي يقدر يشتغل او يعمل حاجه يروح يشتغل، ودي بيجمع الباك اب بتاعه، اشترى له حاجه نفسه فيها، او وقت ما ربنا كرمه وسافر هيكون معاه باك اب، مش هيحتاج يستلف من حد. تاني حاجه هتستفاد ايه بوقتك اللي انت فيه؟ والله انت بتحلم ان انت تسافر، استفاد، اقعد ادرس لغه، اتعلم لغه، اتعلم تتكلم ازاي، اتفرج على فيديوهات، قوي اللغه بتاعتك، ممكن تستفاد بيها في مصر تشتغل بيها، الله اعلم. ممكن يجي لك دوله تانية يكون انت اتعلمت فانت ما ضيعتش وقت. فخلي احلامنا في حدود الاستفاده، يعني احلم بحاجه تستفيد بيها، ما تفكرش بقى في السالري، او هتلاقي سكن، او هتسكن بكام، او هتشتغل بكام، او الكلام ده، لانه انت بتضيع وقتك وده وقت الناس اللي تسالها، لانه كده مش هيديك اجابه. انت تسالني اقول لك ما اعرفش، والله ممكن تشتغل ممكن ما تشتغلش، مش عارف، حاجه بتاعت نصيب. بس انا حاولت اعمل فيديو سريع كده اقول لكم رايي في الموضوع ده. عاوز اقول للناس اللي قدمت ربنا يوفقكم، ان شاء الله تتقبلوا. الناس اللي ما قدموش لسه قدامكم ال5/11، يا ريت كله يقدم. الهجره جميله، الهجره العشوائيه جميله، وهتستفادوا منها لو اتقبلتوا فيها. ربنا يوفقكم. ولو في حد عنده اسئله يا ريت يبعت لي، انا تحت امركم في اي وقت. طارق ابراهيم على تيكو تيوب. يلا اشوفكم، مع السلامه.